إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، بالسلام نحيا وبه نحييكم، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم على الجزائرية الخامسة قناة القرآن الكريم، معكم ومع صاحبي الفضيلة الدكتور سعيد بويزري، فأرحب بفضيلته مشكورا مأجورا معنا في هذا اللقاء. أهلا وسهلا دكتور. مرحبا أخي محمد. ونرفع اعتذارنا للإخوة المشاهدين والمشاهدات على هذا التأخر الخارج عن إرادتنا، والذي كان سببه زحمة المواصلات عطلت وأخرت فضيلة الدكتور. لا بأس إن شاء الله. الحمد لله. وعودة ميمونة إلى أرض الوطن. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. إذن نسعد بتواصل الإخوة والأخوات معنا في هذا اللقاء على الأرقام الهاتفية التي نذكر بها بين الحين والآخر: 021 37 42 87 021 37 45 64. اغتناما للأوقات دكتور، وفي انتظار المكالمات نبدأ ونشرع إن شاء الله في الأسئلة التي تبقت من اللقاء الماضي، وأيضا الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. بالنسبة للقاء الماضي كان رضوان من عين تيموشنت موضوع الطلاق. نعم. موضوع الطلاق دكتور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بدوري أعتذر لكم سادتي الأفاضل، سيدتي الفاضلات، على التأخر. كما قال أخي محمد صلاح خارج عن نطاقنا، فكنت خارج الوطن ودخلت مباشرة من المطار إلى هنا مع الزحام، فأعتذر لكم جميعا، ولكن قلوبنا سبقت أبداننا وقلوبكم تسع هذا الاعتذار. كما اعتذر للسادة الإخوة والأخوات المشرفين على هذا اللقاء على إخراج هذا البرنامج. هي 60 دقيقة راح تكون الحصة أكيد إن شاء الله. حتى الوقت الذي ذهب سيتدارك فيه إن شاء الله. إن شاء الله. ربي يقدر خير إن شاء الله. الأخ رضوان من عين تيموشنت، والحمد لله تواصلت معه. يعني الحصة بدأت بعد خروجي من المطار مباشرة عن طريق الهاتف يعني. نعم. فاتصلت به كما وعدت السادة المشاهدين، واتصلت طبعا المرة اللي فاتت بعد نهاية البرنامج، وتواصلت معه قبل حين، وتواصلت مع مطلقاته، وجمعت كل المعلومات المتعلقة بالموضوع باختصار شديد. الأخ رضوان مع تيموشنت هو طلق زوجته طلقة أولى. أخي محمد صالح الطلقة الأولى راجعها، إذن فتعتبر طلقة رجعية واحدة. ثم بعد دخولها يعني. نعم. ثم طلقها طلقة ثانية، أيضا تمت الرجعة، وحدثت الطلقة الثالثة، الطلاق المعلق على شرط للأسف تحقق. ولكن حينما تحدثت مع مطلقاته حدثتني بأنها لم تكن في تام وعيها، هي تدرك خطورة الأمر، لا تريد أن تفارق زوجها، ولا تريد أن يتم ابنها، لأنه عندها ابن عنده 4 سنوات. كل هذا يعني في خلدها، ولكن ضغوط ومشاكل معينة إلى آخره. قد كنت أرى كل شيء أسود، وطبعا الأمر هذا ظاهرة تحتاج إلى دراسة عميقة جدا. المهم واش نقول الآن حسب المعطيات التي استمعت إليها، فالطلاق قد وقع. الطلاق قد وقع وبانت منه زوجته. بينونة كبرى؟ بينونة صغرى. بينونة صغرى. علاه؟ لماذا؟ لأنه بعد الطلقة الثانية مباشرة الطلقة الثالثة لم تجد معنى، راحت المحكمة وصدر حكم قضائي. فحينما يصدر الحكم القضائي بعد الطلقة الثانية مباشرة، وزادك الطلقة الثالثة لا معنى لها، يعني لم تجد محلا. يعني الآن نحكي هذه المعطيات، نقول الطلقة الأولى طلقة رجعية، الطلقة الثانية طلقة رجعية ثانية، ولكن هذه الطلقة أكدت بحكم قضائي، فصار الطلاق بائن بينونة صغرى. إلى حد الآن ينتهي الجواب. يبقى الآن بالنسبة للرخص، هذه المسألة تحتاج اللقاء بالطرفين مباشرة، فنبحث في فتاوى الفقهاء لعلنا نجد مخرجا فقهيا يسمح ب يعني رجعة هذه الزوجة، طبعا بعقد ومهر جديدين. أكتفي بهذا، ولكن قبل أن أختم كلمتي أقول
أن الطلاق إذا وقع سنيا مشروعا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يكون في حيض ولا في نفاس إلى آخره، يعني كان شروط الطلاق السني، هذا يعتبر طلقة رجعية واحدة. الطلقة الرجعية الثانية تعتبر طلقة رجعية. الثالثة تعتبر طلقة بائنة بينونة كبرى، إذا تمت بهذا الشكل الأولى ثم الثانية رجعة وبعدين تأتي الطلقة الثالثة، يعتبر طلاق بائن بينونة كبرى، لا يجوز له أن يتزوجها من جديد إلا إذا تزوجت من رجل آخر وبعد نهاية عدتها منه، سواء كانت عدة الوفاة أو عدة الطلاق. نعم. هذا هو الحكم العام، اكتفي بهذا. أيضا كي يكون أي جديد سأفيد السادة المشاهدين بهذا الموضوع. بارك الله فيك دكتور. نسمع إلى مكالمة فاطمة من تلمسان. السلام عليكم ورحمة الله. واش راكم؟ أهلا وسهلا. بخير، بارك الله فيكم على هذه يبارك فيك الرحمن تعالى. الله يخليك. درك نسقسيك. نعم. انايا فيا مرض فلاماتريس في الرحم. نعم. وانا حابه ندير واحد العمليه ونقري. يا كي هذا مانيش حابه نقول للزملاء بيا فيا مرض وكامل سترا لهذا المرض. كيقولوا لي سما كي ندير العمليه وكيقولوا لي باش ولا انا حابه نقول لهم غير لابانديس وكامل، غير باش ما نبينش المرض ديالي، نخفي المرض ديالي. هل يجوز الكذب في هذا المرض؟ وانا عويت اسمعها ماشي مزوجه. نعم. يجوز من ناحيه الستر مانيش حابه نشكي، وان هذا ستر المرض ديالي ما نقعدش نشكي وكامل، شكوى ربي او ميم طون مانيش حابه نفضح المرض ديالي. يعني مع الزملاء فقط وليس مع المصالح المختصة، يعني لاكناس وغير ذلك. نعم. خلاص يعني مع زملائك فقط اللي في العمل. غير مع الزملاء. ربي يرفع ضرك يا اختي ان شاء الله. امين. بارك الله فيك البركه. شكرا. سؤال الاخ سيد علي من العاصمه دكتور سعيد، حكم البيع بالتقسيط. الاخ سيد علي، هذا سؤال يتكرر باستمرار، واولا دعت اليه الحاجه نبين اولا يتكرر صورته في نعم الواقع. اولا من ناحيه ما معنى البيع بالتقسيط، معنى يتفق على سعر معين لسلعه معينه، على سلعه معينه بسعر معين، ثم يجزأ هذا السعر أو هذا الثمن على أقساط على مدار شهور معينة، على الدفعات. مثلا إذا كان هذاك الشيء المبيع سعره مثلا 5 ملايين، متفقين على هذا السعر النهائي، هذا هو السعر، ثم الشخص المشتري يستلم الشيء المبيع ويتفق مع الشخص البائع، مع البائع، باش يوزع هذا المبلغ على 5 أقساط مثلا، كل شهر يدفع 1,000,000 بار فاسيليتي، يعني هذه يعني بطريقة التقسيط على الدفعات. هذا أمر جائز بأدلة. من هذه الأدلة أن القاعدة الفقهية تقرر الأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص، والأصل في العبادات الحرمة إلا بنص، حتى يرد الدليل. نعم. ما يتعلق بالعبادات الأصل فيها الحظر، الأصل فيها المنع أو الحرمة، أي لا يجوز لنا أن نعبد الله إلا بما شرع، ولا يجوز اختراع عبادة جديدة، فالأصل في العبادات الحرمة أو الحظر أو المنع إلا بنص. أما الأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص. هذا من جهة فيه مكالمة. فيه مكالمة. نعم. معذرة وبعد إذنك. محمد من البوليدة، السلام عليكم. واش راك شيخ؟ لاباس؟ الحمد لله أخي محمد. يحمدك. عندي شيخ عندي سؤال. أسمع إليك، تفضل. فيما يخص واحد مات وعنده رزقه دوزان ما عنده مالو. نعم. خلص عليه واحد يكفن ورزقه خلص عليه يكفن. نعم. هل يجوز ولا ما يجوز؟ شو الشيخ؟ وبارك الله فيك. ربي يرحمه ويرحم كل أموات المسلمين أخي محمد. آمين آمين يا رب. ربي يحفظك. آمين إن شاء الله. شكرا. نمر السؤال الموالي أو تكمل دكتور. نعم. أكمل فقط. نعم. فيه أمر آخر، أنه المعاملات مبنية على التيسير، على التيسير ورفع الحرج. ورفع الحرج. ثم أن هذا النوع من البيوع يحتاج إليه الإنسان المعاصر. نعم. الإنسان يحتاج، يعني ممكن الإنسان مثلا شاب يريد تأثيث منزله، ما يقدرش يعني يأثث ضربة واحدة يجيب 15 مليون ولا 10 ملايين ضربة واحدة، ما يقدرش يأثث البيت نتاعو. نعم. فهو خدام عنده راتب شهري، فيلجأ إلى هذه الطريقة ويروح يشتري. بالنسبة للبائعين
رابحين لأنه راهم يبيعوا السلعة نتاعهم ويدخلوا أموال. بالنسبة للمشترين أيضا ينتفعون بهذا التقسيط. نتي فضيلة من باتنا، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. بك الله يسلمك. حبيت نوجه سؤالي للشيخ. يسمعوا لك، تفضلي. معليش، أنا بك أنا كنت عندي بقى 3 سنين زواج. 3 سنوات، نعم. وكنت في العام تاعي الأول حامل. نعم. وكانت شوية عليا ضغوطات هكا، وكنت حامل مهم شتلت كل شيء اسمه 7 شهور. هي على الأول أنا ما على باليش باللي كنت مريضة بلا طونسيون. نعم. حتى أنا المهم كي قالت لي الطبيبة بلي كي مهم في 6 باش عرفت روحي بلي راني بلا طونسيون. على الأول كنت تلمو عندي ضغوطات شوية من داري ودار زوجي وشيخي وعجوزتي. المهم كنت الحمل هذاك سماك وشغل كنت نستعمل الدخان. وش كيفاه؟ كنت نستعمل ندير روحي ندوخ. كنت تفتعلين هذه القضية؟ ندعي يعني سما ندوخ، ندعي ما ناكلش، ندعي المهم سما تلمو الضغوطات عليا ندعي. وفجأة وصلت للسابع وطلعت لي لطونسيون، ما على باليش باللي طلعت لي وما على باليش اصلا باللي عندي. مات لي صغير في كرشي. هو كي مات لي انا كي رحت ولدت نورمال، المهم سهل لي ربي فيه. الان كل يتلموا لي وجهوا لي يقولوا لي انت مذنبه فيه وانت اللي قتلتيه وانت اللي درتي هكا وانت هكا. ليش الان انا دوك على بالك وانا مشاكيه موسوسه، ديما موسوسه، ما نرقد مليح، ما ناكل مليح، ما اي حاجه نديرها نتوسوس. هي الصلاه نصلي نصوم ندعي ربي ديما هكا يصلي زعما شغل هذيك الحاجه درتها، بصح انا بغيت نعرف شو هو الحكم تاعها. ربي يجعل خالف ان شاء الله. عندي كفاره فيها ولا هما ديما يقولوا لي عندك كفاره في رقبتك فيها؟ لا، وش يقول لك الشيخ الان ما دام اتصلتي ووفقك الله تعالى ان يسمعك الشيخ، الشيء اللي يقولوا لك تبعيه ان شاء الله. ربي يبارك فيك ويسلمك. امين ان شاء الله. نسأل الله تعالى أن يلبسك ثياب الصحة والعافية إن شاء الله لك ولكل المسلمين والمسلمات. إضافة في موضوع البيع بالتقسيط دكتور؟ نعم، فقط أخي محمد نرفع الحرج. أن البعض يعتقد أن السائل قيل لي بأن هذا النوع فيه ربا. الجواب لا ربا فيه. أو بيعتان في بيع. أي أو بيعتان في بيع، لا فقط ما يسمحناش الوقت نفصلوا فيه، ولكن نقول لك يا سيدي علي اطمئن، هذا النوع من البيع بالتقسيط يجوز 100%. ما كانش هناك نسبة معينة، مثلا يقول لك إذا صار كذا وكذا أنا تخلص لي 10% ولا 20%، ما كانش. متفقين على مبلغ. بالمناسبة حتى واحد كي يدفع كاش ولا يدفع مثلا إذا كان باش يشري مثلا ثلاجة، إذا كان اللي يدفع يعني المبلغ كاملا يقول له 3 ملايين. إذا كان واحد بغى يشريه بالتقسيط يقولوا 300 و200. هذه ال200 هذه ليست ربا. فاطمئن تماما سيدي علي، البيع بالتقسيط مادام متفقين على المبلغ الإجمالي ومتفقين على الأقساط لي طرونش هذوك متفقين ابتداء وتدفعهم كل شهر، هذا النوع من البيع حكمه الجواز. اطمئن. نعم بارك الله فيك. آية من العاصمة. السلام عليكم. وعليك السلام يا آية. خويا عندي واحد السؤال. مرحبا بك، تفضلي. ماذا بك نهضر بالقبيلية سعيد بوزري. مرحبا بك. تفضلي. مرحبا لا ممكن جدا، تفضلي. مرحبا بك الأستاذ. مرحبا لا سلامة. ساعة يوصل المشكل نتيني ديال بيبني ومي قموتهم غارب خدم الفريضة ويدني نانا. أيوة. نفرق شو نفرق ومن بعد قيمت البارتمية جات قيمت هلا. مي قموتهم غارب ودي جايك ويجاك مي تكميني؟ جاك كيناك ديال ربيبن سين يا ربيبن دايا. سين وراش. سين وراش. يجد خام يجد. يجد خام دي موري يجد خام دي يمكن لي كويس. ايوه. خاماكين تكويس. نعم. لكن قام صروميز ما دامي ماشي. يعني الشركة ديك كذا. شركة يدس. وين الجزائر. وين الجزائر. كنتيني وين تموت الناس سمحها كل شيء سمحها وانت دايره من بابات وندرزقن ونوي في الغروان يمكن ديجا تزايري كل وين تموت وين زمير غير الخدمه يعني خيلات
تاكي نداكي نزمرغ يعني هذه يفتي من الحقي وذاكي أقالنا تنزل أما نفتي الحقي ما نفتي الحقي ذي تموت بس شكون بغي غير ذي تموت بغي غير الحقي وذاكي تولي تنتعلق 4 سنين يجي لي الشرع أكمدي الشرع قيم 4 سنين أزول سفريرية 4 سنين في المحكمة 4 سنين 4 سنين يجي تندي المحكمة زنزون زنوزو غنقيمون تغيمي ونعاود كنخدم هتصلضي ما تصلضي ثريت ان شاء الله تسمعين الجواب توريتيني يعني بغيت تمثلت منين كذا تخدم ديك واش 3 يعني ريد من غندات تيلي باش ريت حكوا تمثلت العقل ان شاء الله تنرفد التليفون ترفد التليفون الاخ محمد صالح من الاخوه وربي يقدر خير ان شاء الله ربي يقدر خير إن شاء الله. ما تقطعيش الخط يا ام آية الزملاء ان شاء الله يتلقوا رقمك الله يسلمك اذا ما تقطعيش الخط. دكتور نواصل في الاسئله اللي تبقات. سيدي علي من العاصي مسأل عن عمه قال وهب عمي دكانا لاحد ابنائه في مرضه الذي مات فيه فما حكم هذه الهبه؟ الهبه كي تكون في هذا الوقت يعني في مرض الموت في مرض الموت اللي مات به الانسان الواهب تاخذ حكم الوصيه. بمعنى يا ناس يا إخواني نفرق بين أمرين. الهبة هذه تتم حال حياة الواهب وإذا وهب لأولاده يجب أن يعدل. يعني إذا وهب الورثة نتاعو لازم يكون عادل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. طيب أما الوصية اللي هي التستامون الهبة اسمها الدوناسيون الوصية اللي هي التستامون هذه تمنح لغير الورثة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. بمعنى ما يجيش واحد يخلي وصية كما دار عمك لوليده ما ينفعش خاطر وليده راه وارث عنده حقه في الميراث كي هو كي الآخرين. علاش يعطوا له حاجة زيادة هكا محمد صالح حاجة زيادة نتاع هي وصية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام باش يداوي كاع الجراح هذون باش ما تكونش الإحقاد بين الناس وما يكونش التمييز وكذا وكذا قال فلا وصية لوارث. اتفقنا؟ طيب إذا مادام هو كتب هذه الوصية وقت بالمناسبة فيها ظاهرة خطيرة. نعم. كيف يشوف واحد مريض باش يداويه ويقوموا به وكذا كاين اللي يدور به يقول له اكتب لي ودير لي حانوت دير لي دار عليها سيدي قم به خدمه الآن كسر للخاطر كبير سبحان جدا. الله هذا ما ينفعش لا مريض أن يحتاج إلى من يخدمه يحتاج اللي يفرحه ما يحتاج اللي يضغط عليه ولا يدير له الشونتاج يقول له حبيت نداويك ونديك كلينيك بريفي وكذا وكذا اكتب لي ما ينفعش. هذا واش السوق هذا سبحان الله. لذلك الوصية اللي تندار أو الهبة اللي تندار في مرض الموت تعتبر في حكم الوصية. والوصية تتراخى آثارها إلى ما بعد وفاة الموصي. هذا من جهة. من جهة ثانية لا وصية لوارث. من جهة ثالثة المشرع الجزائري بالمناسبة في المادة 204 من قانون 84/11 يقول الوصية كي تكون في حالة الأمراض المرض الموت أو الحالات المخيفة أو كذا قال لك تأخذ حكم الوصية. يعني الهبة التي تتم في هذا الظرف أو في الظروف المشابهة تأخذ حكم الوصية. ما معنى هذا؟ معناه لا تنفذ إلا بإجازة الورثة إذا قبلوها. الآن مادام تترخى أثارها وتأخذ حكم الوصية وتترخى أثارها الورثة يجتمعوا فإذا كان رفضوها ترفض وترد ولا تطبق. هذا هو الحكم الشرعي والقانوني. شكرا دكتور. معنا ساعد من تيبازا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم الصحة فضيلة الشيخ على هذا الحصة. الله يبارك فيك يا الله سعد. يبارك فيك. شيخ عندي سؤال بالنسبة لكفارة اليمين. كفارة اليمين تفضل. كفارة اليمين هل لك نخرج 10 خبزات تجزي على 10 مساكين نعطيهم 10 خبزات تجزي ولا؟ واضح إن شاء الله. شيخ واضح. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله. نمر إلى غيره دكتور. إلى أم مريم من باتنا. سؤال ورد إلينا تقول طبيبة طلب منها مسوق لحليب الأطفال أن تضع في وصفة الدواء منتوجة ووعد الطبيبة برحلة مجانية لإحدى الدول مقابل ترويجها لهذا المنتوج. تحصلت على رحلة فتسأل عن حكم هذه الرحلة
وحكم هذا النوع من المعاملة. نعم. أولا المعاملات في الشريعة الإسلامية مضبوطة بأحكام وقيم. كاين أحكام، نعم، هي قواعد شرعية، وكاين قيم دي فالور أخلاقية، كاين قيم. الآن شوفوا هذه المعاملة، يأتي تاجر راه يبيع، بغى يسوق هذه المادة ويطلب منها باش تكتب تصف هذا النوع من الحليب للناس. هي قالت بمواصفات جيدة، يعني ليس مهما كانت، بين قوسين، ولو كانت هذه المواصفات جيدة، ولو كان هذا المنتوج جميلا وممتازا، المحذور الأول هذا نوع من أنواع الاحتكار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجالب مرزوق، ونكمل الحديث رغم أنه صعيب، والمحتكر ملعون. إذن كل ألوان الاحتكار هذه بجميع الصور مرفوضة. هذا من جهة. من جهة ثانية، ممكن هذا النوع من المعاملة هذه تعطل منتوجا أجود وأكثر قيمة. ممكن ما يقدرش واحد يقول المنتوج نتاعك برك اللي مليح لا، ممكن فيه منتوج آخر أحسن من هذا المنتوج. بأي حق تستأثر بهذا التسويق بمفردك؟ رقم 2. رقم 3، مثل هذا الاتفاق، قال أنت ديري لي هذا التسويق، هذا الترويج، وانا نعطي لك مقابل. ما ينفعش هذه المعاملة. أقل ما يقال في هذه المعاملة أنها شبهة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وفي رواية يوشك أن يقع فيه، إلى آخر الحديث. لذلك لا ننصح، فضلا عن التغرير، يعني أيضا هذا لذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. إذن لهذه الأسباب كلها نقول هذه المعاملة باطلة، وتوقفي فورا من هذه المعاملة. أضيف لك شيئا دكتور، تفضل. بعد إذنك. طبعا الإضرار بصغار المتعاملين. عليك نور، بارك الله فيك. والصغار هذول ما يخدموش، يعطيك الصحة محمد صالح أخويا، الله يسترك، بارك الله فيك. يعني ماهوش كي يكون واحد قوي خلاص يولي يسحق كاع الآخرين، يولي لا خليه السوق خليه. النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه باش يسعر، قال لهم انا لا اسعر، خلي ربي سبحانه الله هو المسعر. الله المسعر. كل ما يكون خلي العرض والطالب يمشيوا عادي، كيما الماء في البحر ما شاء الله، الماء في النهر يمشي عادي، وكل واحد يعطي له ربي الرزق نتاعو. الانسان لازم يؤمن بان الله هو الرزاق. ربي سبحانه قال في القرآن: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما نديروش هذه الطرق اللي ماهيش مقبولة من أجل الحصول على رزق كبير وكذا. والآخرين هذوك صغار المنتجين، صغار التجار، خليهم يخدموا كامل، وخلي السوق هو الحكم. الناس تبيع وتشري، ويكون التسويق بطرق بأصولها وقواعدها المعروفة شرعا، والمعروفة من الناحية القانونية، والمعروفة أيضا حتى من الناحية التجارية. إذن هناك أصول الترويج هذا للسلع والدعاية. كاين أخلاقيات أصول، الإعلان كاين والدعاية أخلاقيات تاع الإعلان والدعاية والترويج. لازم نحترموا هذه الأخلاقيات اللي أصلها في شريعة الله عز وجل، والحمد لله منصوص عليها الآن في بعض القوانين، فلا بد أن تحترم. مع احتراماتي لك يا أختي، ربي يحفظك، ولكن هذا هو الشرح. نعم. حكم الرحلة دكتور، تحصلت على رحلة والله ولا تعتمر معها؟ نعم، حكم رحلة لا تعتمر بها. والله يا أختي بكل صراحة، واحد يروح البيت ربي سبحانه عز وجل يروح من حر المال، بحر المال، يعني لا تنصح. حتى إذا كان أنا أنصح إذا كان رحتي خلاص عودي إن شاء الله عمرة أخرى بحر مالك. أما إذا كان ما رحتيش، نقول لك رجعي له هذا المبلغ، إلا ما حبش يحكمه أعطيه للفقراء والمساكين والسلام، تخلصي من هذا المال. نعم. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. شكرا دكتور. سؤال موالي، أختنا فاطمة من تلمسان، لها مرض وتريد أن تخفيه، يعني بالطريقة اللي ذكرت. هل تخبر زملائها أنها